السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال يا رب العالمين. الوصفه ديال اليوم كما كتشوفوا عباره على مقرونيه بالصلصه البيضاء وقطع الدجاج. وصفه اللي كتجي سهله ماهله، المقادير ديالها جد بسيطه وكنغيروا على الطريقه العاديه اللي موالفين كنصغبوا يعني بها لي بات. هذه بالصلصه البيضاء مذاق يعني مختلف، توجد بسرعه، المقادير ديالها جهد سهله. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا راه عندي واحد نص بصله اللي راني قطعتها قطع صغيره، وضعتها في المقلاة مع واحد ربع كأس من الزيت، وغادي نخليها كتشحر ليا مزيان حتى كتدبل ليا مزيان ديك البصله وكتهبط. عاد كنضيف عليها واحد 3 ديال الضروس ديال الثومه، غادي نحك عليها الثومه كما كتشوفوا. غادي نضيف من بعد قطع ديال الدجاج. انا راه عندي هنايا نص كيلو ديال قطع الدجاج اللي مقطعاه قطع صغيره باش هكا دغيا كيدخل ليهم الطياب وما كياخذوش معنا وقت كتير. اللي بغات يعني تستعمل بيبي ممكن انكم يعني تستعملوا عوض الدجاج ديروا بيبي فكيعطي نفس النتيجه. غادي نشحر القطع ديال الدجاج ديالي مع البصله والثومه حتى كيتنسموا ليا مزيان بداك المذاق ديالهم، وغادي نضيف القليل من الملح. ما نكثروش بزاف الملحه، يعني الا كنا ديجا مرقدين الدجاج في الملحه والخل. غادي نضيف تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، كذلك راس معلقه ديال الابزار. وما غاديش نضيف الخرقوم، يعني كما كتعرفتوا بلي انا غنديروا الصلصه البيضاء فغادي نخلي يعني غادي نستعمل فقط الابزار وسكينجبير. غادي نخلي يعني اللون ديال الدجاج ابيض. غادي نحرك الدجاج ديالي مزيان حتى يتنسم ليا بالمقادير اللي درت فيه، وغادي نضيف له من بعد واحد العريش ديال الزعتره، اولا اللي عندها الورقه ديال سيدنا موسى ممكن يديروا واحد 2 الوريقات حتى هما يعطيو حتى هما كينسموا مزيان. غادي نحرك هاد المقادير هادو كامله وغادي نخليهم واحد شويه حتى كنلاحظوا بلي ان الدجاج ديالنا بدا يعني كيبيض راه دخلوا الطياب. غادي نضيف له من بعد الفطر المعلب. انا هنايا عندي واحد العلبه صغيره ديال الفطر المعلب، يعني اللي عندها الفطر الطري متوفر ما ترددوش انكم تستعملوه لانه كيعطي واحد المذاق اللي يعني بنين بزاف حسن من الفطر المعلب. يعني مادام انه ما متواجدش عندي انا استعملته، ولكن اللي عندها متواجد من الاحسن انكم تستعملوه هو، فالمذاق ديالو كيجي بنين بزاف كيف ما قلت لكم. غادي نشحر المقادير ديالي مزيان وغادي ندوز من بعد غادي نوضع المقارونيه ديالي الطيب. كما كتشوفوا هنا راه عندي الماء المغلى اللي خليته كيغلي من قبل، ضفت له واحد القليل من الملح وقطره ديال الزيت، وغادي نضيف له تقريبا واحد نص كيلو ديال المقارونيه. انا استعملت هاد المقارونيه ديال يعني جعاب، ممكن نتوما تستعملوا اي نوع كتفضلوا. غير هو البنات للامانه انا هاد الكميه اللي درت المقارونيه راه جاتني كثيره على الكميه ديال الصلصه اللي راني استعملت. فالمهم نتوما عينكم ميزانكم. اون فوا توجدوا الصلصه البيضاء ديالكم وتلقاو الكميه د المقارونيه فايتاها، ما تخلطوش كلشي دقه وحده باش الوصفه ديالكم ما تجيش ناشفه من لاصوص، لان ضروري ما الكميه د لاصوص تجينا شويه يعني كثيره مع المقارونيه باش هكا كتجينا بنينه وكتشربها وكتعطيها واحد البنه زوينه. دزت من بعد البنات نوجد الصلصه البيضاء. كما كتشوفوا راني وضعت لتر من الحليب، درتو في واحد الكاسرونه اولا واحد الطاوه، وضعت له واحد 2 قطع ديال الفرماج المربع. اللي عندها يعني القطع ديال الفرماج مثلث ممكن تستعملوا 3 ديال القطع. ضفت 3 ديال المعالق كبار ديال الدقيق اولا ديال المايزينا ماشي مشكل، واحد شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. اللي عندها شويه ديال الكوزه ممكن تحكوا واحد شويه ديال الكوزه حتى هي كتعطي واحد المذاق اللي زوين في هذه الصلصه. غادي نضيف القليل من الفرماج الاحمر محكوك مع شويه ديال الموتزاريلا. المهم انا مخلطه هنايا 2 ديال الانواع راني ضفتهم
نقسمهم بجوجهم. غادي نخلط مزيان هاد المقادير هادو، غادي نستعمل حتى الميكسور بلونجون حتى هو باش نتاكد مزيان من ان داك الفرماج سواء المربع او المحكوك راه هو اندمج ليا مزيان مع الحليب، وكذلك الدقيق ديالي حتى هو راه تخلط لي مزيان وما يعني ما دار ليا لا تكتلات لا شي يعني هكا حبيبات اللي تبقى ليا في الخليط. كنوضع الخليط ديالي فوق النار وما كنغفلش عليه من التحريك، يعني اون فوا توضعوه ضروري ما تبقاو تحركوا الخليط ديالكم باش هكا ما يلتصقش لكم مع الاناء. وغادي نضيف من بعد تقريبا واحد الكاس ديال القشطه الطريه. المهم انا راه عندي شويه قاصحه لان كانت عندي في الثلاجه. المهم راه قشطه طريه السائله تقريبا نديروا واحد الكاس صغير ديال الشاي. اللي ما عندهاش القشطه الطريه متوفره البنات ممكن انكم تضيفوا واحد الكاس ديال دانون مسوس يعني وتستغناو على القشطه الطريه. يعني حتى بالنسبه ديال دانون مسوس حتى هو كيعطي واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. غادي نحرك الخليط ديالي مزيان ومن بعد البنات غادي نطفي عليه النار وغادي نضيف له القطع ديال الخليط الاول ديال الدجاج والبصله والشامبينيون. نحيد هذا داك العريش ديال الزعيتره اللي كنت ضفت في الدجاج، وغادي نخلط المقادير ديالي مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم. ومن بعد البنات غادي نضيف الكميه ديال المقارونيه اللي بطبيعه الحال كما قلت لكم انها تناسب لكم مع الخليط ديال الصلصه البيضاء باش هكايا تشرب وتجيكم بنينه وما تبقاش لكم ناشفه. المهم البنات كما كتشوفوا راني ضفت المقارونيه ديالي وغادي نخلطها مزيان، خليتها واحد شويه كتشربها باش هكا كتدخل فيها مزيان، وفي نفس الوقت كتزيد يعني تكمل الطياب ديالها لانني انا ما طيبتهاش يعني المده المطلوبه ديالها في الاول فسلقتها في الماء، خليتها حتى زادت كملات هي الطياب ديالها على نار هادئه بطبيعه الحال وخليتها كتكمل الطياب ديالها وفي نفس الوقت كتشرب يعني كتشرب عفوا داك المقادير والدجاج وكتنسم يعني بالنكهه ديالهم. مهم البنات كما كتشوفوا انا كنقدم لكم يعني الطبق ديالي زينته بالقليل من المعدنوس المفروم. كنقدم لكم هذه الوصفه هذه وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وصفه اللي كما كتشوفوا سهله. كنغيروا كما قلت لكم في اول التقديم شويه يعني من الطريقه المعتاده ديال الصلصه ديال الطماطم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وما نطولش عليكم. غادي نخليكم في حفظ الله ورعايته. الى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.